إذا تكرمت. ايوه انت يا القرش، تفضل يا القرش. نعم. تفضل أولا أخي أسعد، يا قرش، انت يا القرش، انت من العدل والاحسان. لا لا أبدا أبدا، قيل عني على أنني من العدل والإحسان وحوثي وشيعي، وقيل عني ما لا يمكن لك أن تتخيله. ولست بحوتي. أنا قلنا أنا من لماذا قلت قيل عنك. عنك؟ أنا لا من لا قلت لماذا عنك قيل أنا عنك؟ حوتي. لماذا؟ ما في هنا مشكلة، ما في مشكلة. يا أين ياسر، يعيش؟ ياسر سد المايك. وهو ينفي أنه حوتي. هو حوتي يا أخي، لماذا نعم، ينفي أنه؟ من الحوت، من يا الحوت. اخي سد. لا تعرف، انا التهمه الذي الصقوها بي المغاربه الاغبياء اللي مناهض لي قالوا هذا شيعي من الاخوان المسلمين. يعني يعني مزيج لا يمكنك أن ايوه، تتخيله حتى في العالم الآخر. حتى الشيطان نفسه والله ما تجي على بال هذه التهمه. والله العظيم إلى مصيبة مع بعض طيب قل لي انت، التقنية. قل لي انت لماذا تنكر انك من العدل والاحسان؟ لا، أنا لست من العدل والإحسان. لو كنت من العدل والإحسان سأقول بأنني من العدل والإحسان، ما في مشكلة، لأن العدل طيب والإحسان لماذا تهمت بهذه التهمه انت؟ هو نفس التهمة التي يقولها ذلك الصقر الغبي لا المجنون. تذكر اسماء نعم. عندي، لا تذكر طيب اسماء عندي، طيب لا طيب، تذكر اسماء عندي. هو هما تهم عديدة، حتى أنني اتهمت بأني السائق الشخصي لشنقريحة في بروكسل، تخيل. والله العظيم أخي أسعد، اتهمت بأني أتقاضى يعني ما لا تستطيع أن تتخيله، وهذا من قبيل هو الاختلاف في الرأي في التيك توك. وانا غالبا لحظه ذكرتني، التهم حقهم فعلا نكات تنكيت من العيار الثقيل. انا قالوا هذا سعد الشرعي، هذه اخر تهمه لما كنت بصدقها والله انا تمنيت اني حقيقه. قالوا هذا تدرب في مطابخ لمخابرات خطيره في فن التواصل وكيف يسيطر على عقول الناس وكذا، يفرق بين المرء وزوجه. يعني أنت ممن نزل عليه السحر. ايوه، قالوا لا تسمعوا لا تسمعوا له، هذا خطير، هذا يؤثر. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله بعدين بناخذ التهم الذي قيلت في ياسر، حتى ياسر قيل فيه التهم. صحيح، والرأي أيضا هو عبد الخالق، يعني عالم غوغائية الرأي المغربي طلعوه يهودي مغربي على فكرة. نعم. تهانينا يا احسن طريقه اخي اسعد باش لهذا الموضوع هو التجاهل. انا نعم. تجاهلته وخرجت. هذولا مادة مضحكة. أنا لا أتابع أحد منهم والله الحمد لله، بس صحيح. التهم الذي يقولونها مسخرة يعني مضحكة بشكل غير عادي. طيب يا زعيم العدل والإحسان، تفضل.